ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ وبنكمل قصة تيلا، وبتقول لكن كل اللي اتحدى المملكة هيستغل الموضوع ده، والحرب هتقوم داخل وخارج الامبراطورية، وهيسقط الامبراطور. وبتقول للامبراطور يعني انت كل يوم هتيجي بالليل في الوقت ده؟ لا، انا مش هستحمل كده. وبعدين انت عندك رئيس الكهنة، وكل الكهنة يقدروا يساعدوك بكل سهولة. فقال لها انا قلتلك ان مفيش حد يعرف السر ده غيرك، وما كانتش نيتي خالص ان اقول لحد السر ده لاي شخص مهما كان. فقالت له تيلا يعني انت هتعمل ايه لو انا قلت سرك ده للناس كلها؟ قال لها اكيد هموت. فقالت له للدرجة دي انت واثق فيا؟ احنا ما نعرفش بعض غير من يومين تقريبا، وبعدين انت عرفت ازاي ان انا عندي القوة دي؟ محدش كان عارف السر بتاعي غير انا وامي. فاستغرب الامبراطور من سؤالها، وهي بتقول له هو انت تعرف امي منين قبل كده؟ فقال لها معرفش والدتك اصلا، يمكن كان جسدي ردة فعل السبب. فقالت له ده مش مبرر. فقال لها المهم انا هخفي سرك مقابل انك تساعديني بان محدش يعرف سري ابدا، وان انا شاركت في التجربة. فبتقول تيلا في نفسها انا لو ساعدت الامبراطور في سره انها كده بتكون متوافقة معاه، وفي اللحظة اللي هيتقبض عليها هيتم سجنها لمدة كبيرة جدا، او يمكن عقوبة الاعدام. انت مستنية ايه؟ روح قولي للمعبد انك عندك قوة خارقة. فبتقول في نفسها وهي خايفة يبقى انا كده مش قدامي غير ان انا اهرب. فبصلها كده وقال لها هو انت عايزة تهربي؟ من الصعب انك تعيشي وانت مخبية كل قوتك دي، كل الناس في القارة هتدور عليكي. الموضوع مش بالسهولة دي، لكن لو اتفقنا واتفهمنا هتكون لمصلحة الاميرة. وبعدين طالما ان الامر لا يعنيكي مش مهتمية بيه، ممكن اميرة الامبراطورية دي تعمل اي حاجة هي عايزاها، ولو بقيتي امبراطورية هتكون قوتك بلا حدود. الامر سهل جدا، مثلا انك تخلي عيلة لمبيون اللي هي عيلتك تنحني عند قدمك. فقالت له تيلا بكل حماس انا موافقة على كل كلامك ده، وهي مبسوطة جدا انها تقدر تعمل كده في عيلتها ومملكتها لانهم تخلوا عنها. وبتقول في نفسها انها هي والامبراطور انهم في نفس المشكلة، وما يقدرش انه يأذيها لانه محتاج لها. وبتقول في نفسها لو حست انه يغدر بيها هتهرب لاي بلد تانية. الامبراطور هو احد المشاركين في التجربة، انا لو كشفت سره هينتهي امره. وبعدين قالت تيلا ان الامبراطور قال لها انها هتفضل هنا لمدة سنة واحدة بس، ولو فضلت هنا لمدة سنة هيخليني اغادر القصر لحد ما يعدي الفترة دي. لازم اتحمل الحياة دي، انا هستنى لحد ما احصل على حريتي. وبنروح لعيلتها، فبتقول اخت تيلا الصغيرة ايه اللي هيحصل لو اصبحت تيلا الامبراطورة. رد اخوه قال لها البنت دي هتبقى امبراطورة؟ البنت دي اصلا ملهاش اي لازمة. فبيضحك وبيقول لو فعلا تيلا بقت امبراطورة انا هكسر رجلي التانية بنفسي. فردت اختهم وبتقول اه يا اخي انت معاك حق، وانا التانية هحط ايدي في النار بدل ما اكسرها. فسكتت اختهم الصغيرة وبتقول بس تيلا بنت جميلة ولطيفة جدا. راحوا بصوا عليها هما التلاتة وقالوا لها ايه اللي يغري في جمالها ده؟ لو اتكلمت بتبقى مزعجة جدا. فبيقول ابوهم الامبراطور هيدمرها وهيدمر شخصيتها ايضا، ده حتى مش هتقدر تهرب من الموت. الامبراطور ما عندهوش رحمة اصلا، يعني المكان ده هيكون القبر بتاعها. وحتى لو رجعت ما تقلقوش، سمعت ان الملك سالوم بيدور عن ملكة، ولو رجعت هبعتها للملك سالوم الراجل الكبير ده اللي عنده حوالي 70 سنة. بعد كل شيء ماتت اكتر من 30 ملكة على ايد هذا الرجل العجوز. وبيقول اخو تيلا لو رجع اخونا كرجان هنقول له ايه بالظبط؟ مفيش حد هنا هيقدر عليه لانه من اقوى الفرسان في القارة، وهو كمان بيحب اخته جدا اكتر من نفسه. فرد ابوهم وبيقول هتقوله ايه يعني؟ هي اللي كانت عايزة كده. وبعدين كرجان مش هيقدر يجي دلوقتي بسبب انه بيحقق في الوباء المنتشر، وعلى قد ما نقدر هنخلي الاخبار دي ما توصلش ليه. لما كل حاجة تمشي زي ما احنا عايزين، لما يجي كرجان للقصر ساعتها هتكون جنازة تيلا وقتها. وبنروح لتيلا في القصر، وبتقول في نفسها انها مش قادرة تتحمل انها تتعود على اللي بيحصل ده، لان كل ليلة بتستخدم قوتها على الامبراطور، وهي مش قادرة تتعود لانه وسيم جدا ولطيف وهو زوج رائع جدا. فالامبراطور قال لها انت بتفكري في حاجة غريبة دلوقتي صح يا اميرة؟ فردت عليه وقالت له ايه انا؟ فضحك الامبراطور وقال لها هو في اميرة غيرك هنا؟
فتيلا كانت محرجة جدا وبتقول تيلا للإمبراطور إنه حفل الزفاف هيكون قريب جدا، عشان كده أنا متوترة شوية لأن حفل زفافي الأول. فقال لها الإمبراطور يعني أنا بس اللي مش متوتر، أنا كمان كنت قلقان بشأن حفل الزفاف. فقال لها أنت لو مش عايزة عيلتك تحضر حفل الزفاف ما تقلقيش من ده، أنا مش هبعت لهم دعوة أصلا. فردت تيلا وقالت له عائلتي لأ طبعا، أنا عايزة كل إخواتي وأهلي يحضروا الحفل. فقال لها الامبراطور انت عندك قلب طيب يا اميره. فبتقول تيلا في نفسها انها بالطريقه دي هتشوفهم متضايقين وهيموتوا بحسرتهم قدام عينيها. فبيقول الامبراطور انت ازاي قادره كده تكوني شرسه جدا؟ فقالت له بفضل امي، كانت والدتي بتحبني جدا حتى لما كانوا كل عيلتي بتضايقني، علمتني ان احب نفسي، عشان كده انا واثقه جدا من نفسي، حتى لو في شخص واحد بيحبني افضل من 100 شخص بالنسبه لي، وبالنسبه لي امي افضل شخص في حياتي. فرد الامبراطور عليها وقال لها امي هي ما كانتش بتعانقني حتى لما اتولدت، ولكن لما كان عمري 3 اعوام تغيرت فجأة. فسألت تيلا الامبراطور انت في عندك ذكريات وحشة مع والدتك؟ انا معرفش حاجة عنك وعن علاقتك العائلية، او انت بتحب ايه؟ غير الموضوع وقال لها بما انك موافقة ان عيلتك تحضر حفل الزفاف هبعت لهم دعوة. فقالت له طبعا. وعدت ايام واسابيع وجه يوم الزفاف، وفعلا حضرت العائلة المالكة وقالت له تحياتي للامبراطور. فبتقول تيلا في نفسها اخيرا جه اليوم اللي كنت مستنياه، اليوم اللي هخليهم يدوقوا طعم الاذلال. وبيقول لهم الامبراطور مستني حد لفترة طويلة قد ما كان مستنيهم، انا كنت بهزر معاكم عشان انتوا جيتوا من مكان بعيد. فبيضحك ابو تيلا وبيقول خفة جلالتك عظيمة قوي. فقالوا الامبراطور انا ما كنتش بهزر قوي، عدت اسابيع قليلة برحلتكم دي، انا سمعت ان الاميرة استغرقت 3 شهور في رحلتها للوصول الى هنا، اكيد في مهندسين موهوبين لصنع عجلة متعفنة ل3 اشهر. فاتصدم ابو تيلا من كلامه، انتوا ليه خليتوا الاميرة تيجي في عربة مدمرة كده؟ وابو تيلا مصدوم. فبيضحك الامبراطور وبيقول شكلي انا تقلت في الهزار شوية، اكيد انتوا اهتميتوا من امر سلامة الاميرة، واعتقد ان ده يكفي لاستقبالها، انا هسيبك مع عيلتك، اكيد عندك كلام كتير عايزة تقولي ليهم. فردت تيلا عليه وقالت له شكرا جلالتك. وبصت تيلا لعيلتها وقالت لهم ابي، اخي، اخواتي، انا كنت متشوقه اني اشوفكم كلكم. وسالها اخوها وقال لها انت فعلا هتتجوزي من الامبراطور؟ فسكتت تيلا وبتقول في نفسها هو الاحمق ده ما سمعش اللي قاله الملك من شويه؟ فاخوها بيقول لها يعني ما ردتيش عليا؟ فسالته هو اخي جرجان فين؟ انا كنت عايز اشوفه هو مش انتوا. فقال لها اخوها هو ما قدرش يجي عشان لسه ما خلصش التحقيقات بشان الوباء. فقالت تيلا هو لو سمع بزواجي كان هيتخلى عن كل حاجه ويجي بسرعه. فبصت اختها عليها وقالت لها تيلا هو انت فعلا هتبقي امبراطوره ازاي؟ فردت عليها تيلا وقالت لها مش انتوا بعتوني هنا عشان الزواج من الامبراطور؟ ليه انتوا متفاجئين كده؟ كنتوا متوقعين انه هيقتلني صح؟ اكيد املكم خاب لما اتبعت لكم دعوه الزفاف بدل اعلان جنازتي. فغضبت اختها جدا وقالت لها انت هتكوني امبراطوره ازاي؟ انا مش مصدقه. فقالت لها تيلا انا لو بقيت امبراطوره هيبقى مفيش حاجه مش هقدر اعملها، انتوا مش مصدقين لسه اللي بيحصل هنا. واخوات تيلا لسه مصدومين من اللي حصل. فقالت اخت تيلا احنا باعتينلك لهنا عشان ده جزء من خطتنا، ولو مش اجبرناكي على الذهاب كنت هتفضلي تاكلي من بواقي الاكل اللي بيفضل مننا، المفروض انك تشكرينا. فبتقول تيلا في نفسها هم حمقى ولا ايه؟ هم مش حاسين انهم في القصر بتاعي؟ فقالت تيلا لاختها انت لو هتتكلمي باي كلام لازم تعرفي مكانك الاول قبل ما تتكلمي. فقالت لها اختها انت بتقولي ايه؟ فرد اخوها بيقول لها انت معتقده انك هتكوني امبراطوره؟ ما تنسيش انك لسه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي. فردت تيلا وقالت له انتوا بتخططوا لحاجه صح؟ فاخوها قال لها انت معتقده ان ابي هيوافق بالكلام ده؟ هو راح يقنع الامبراطور ان ياخد بنته بدل منك، واكيد الامبراطور هيوافق لانها اميره معترف بيها بدل من شخص زيك. فقالت تيلا يعني خطتكم انك تقتلوني عشان كده جيتوا هنا؟ فقال لها اخوها بعد ما عرفتي بقى ما خفتيش؟ فبيدخل واحد من الخدم وبيقول عندي ليكي رساله من جلاله الامبراطور. فبيقول اخوها اكيد دلوقتي الامبراطور لغى الزفاف وهيطردوكي. فقالت له بطل كلام هبل واقرا الرساله كويس. فبيقرا الرساله وكان باين عليه الازعاج جدا. فقالت له ايه هي الامور ما جاش زي ما انتوا عايزين؟ طلب مني الامبراطور ليفر الزواج مني مش عشان هو بينقصه القوه، لا، ولا عشان محتاج
محتاج امرأة برضه لا، لانه محتاج الكثير من الطاقة ومفيش غيري عنده الطاقة دي. فانصدموا اخوات تيلا من كلامها، وقالت لهم تيلا انا هقول للامبراطور الصبح انكم بتخططوا انك تقتلوني. وردوا عليها ايه اللي انت بتقوليه ده، احنا ما قلناش حاجة، انت مفكرة ان حد هيصدق الكذبة دي؟ فقالت لهم تيلا انتوا بتكذبوا والكل هنا سمع وشاف كل حاجة. المفروض انكم كنتوا تبقوا ساكتين من الاول، لان ده قصري والناس هنا هيقفوا في صفي ومش معاكوا، والناس هنا سمعوا وشافوا كل حاجة. وتاني يوم تيلا كانت قاعدة مع الامبراطور وبيقول لها اعتقد انك قضيتي وقت رائع مع عيلتك من ساعة ما هم جم وانت مزاجك رايق. فقالت له طبعا انا قضيت وقت رائع معاهم. وفجأة اخوات تيلا ظهروا، فقالت لهم تيلا ايه رأيكم لو عرف جلالته باللي حصل؟ لكن عشان احنا عيلة هديكم فرصة تانية، اكيد سمعتوا من الاشاعات اللي بتتقال عليا صح؟ فردوا عليها وقالوا لها فرصة وهم متضايقين منها. فبتقول تيلا لو ركع واحد منكم امامي واعتذر هغفر لكم ساعتها، مش كده انا هبقى لطيفة معاكم. وبتضحك طبعا وهم مصدومين من الكلام وبيبصوا عليها. فقالت ليهم بصوت عالي يلا اركعوا، انتوا منتظرين ايه؟ فركعوا هما التلاتة تحت رجليها، كل واحد فيهم بيقول انا اللي ركعت الاول اغفري لي، والتاني بيقول لا انا اللي وضعت رأسي على الارض وخليتهم مذلولين تحت رجليها. وبكده بينتهي الفصل التاني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.